السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا اكتشف صف أول ابتدائي. أول حاجة هنبتدي نتعرف الطالب إزاي يعرف نفسه. هيقول أنا اسمي ويقول اسمه. أنا عمري أو أنا عندي 8 سنوات. العنوان بتاعي المكان اللي أنا بعيش فيه أو المدينة أو الشارع. فببتدي أقول أنا بعيش مثلا في مدينة كفر الشيخ. الهواية بتاعتي أنا عندي هواية الرسم، عندي هواية التلوين، عندي هواية اللعب، لعب الكاراتيه، لعب كرة القدم. أي هواية عندي أنا بقولها. حلمك يعني عايز تبقى إيه في المستقبل، الأمنية بتاعتك. مثلا أنا أتمنى إن أنا أصبح دكتور، أو أنا حلمي إن أنا أكون ضابط أو مهندس، أو مدرس. الحلم اللي عندك بتقوله. الدرس التاني معانا النهاردة بنتكلم عن العيلة بتاعتنا. بعد ما قدمنا نفسنا بنقدم عيلتنا. العيلة بتاعتي في عيلة صغيرة اللي هي بابا وماما وأختي وأخويا وأنا. العيلة بتاعتي الكبيرة جدي وجدتي وبابا وماما وأخويا وأختي وأنا. العيلة الصغيرة كلها زائد جدي وجدتي وخالي وخالتي وعمي وعمتي وابنة وابنة عمتي أو خالتي وابنة وابنة خالي أو خالي أو عمي. الحواس الخمسة يبتدي الطالب يتعرف على الحواس الخمسة بتاعته. حاسة الرؤية أنا أرى بعيني، حاسة اللمس أنا ألمس بيدي، حاسة التذوق أنا أتذوق بلساني، حاسة السمع أنا أسمع بأذني، حاسة الشم أنا أشم بأنفي. ده شكل تاني لحواس الخمسة. حواس الخمسة الرؤية طريق العين، السمع عن طريق الأذن، تذوق عن طريق اللسان، لمس عن طريق الإيد، الشم عن طريق الأنف. طبعا هنا أنا أقدر أشوف الرينبو أو القوس قزح عن طريق العين، ألمس الدب بإيدي، أتذوق الآيس كريم بلساني، أسمع صراخ البيبي بأذني، أشم رائحة الوردة بأنفي. بيطلب مني هنا أوصل. طبعا هنا ده حاسة اللمس عن طريق الإيد، هعمل لها توصيل للإيد معانا كده. هنا بتقرأ بعينيها، هيبقى حاسة الرؤية والنظر. تسمع بالأذن بتاعتها. تمام. تمام بتسمع بالأذن. بتتذوق باللسان. تمام. بتشم الوردة بالأنف بتاعتها. تمام. ده الحل بتاعها. اللي بعده أنا أقدر طبعا أشوف ده كله بعيني. تمام. هناخد السمع، أسمع صوت الجرس، أتذوق الحاجة، العطر ولا القطة ولا الفراشة ولا الليمون. أقدر أتذوق الليمون. أشم، أقدر أشم رائحة العطر. أقدر ألمس القطة والفراشة، أقدر ألمس القطة وأشوف الفراشة بعين. فهنا بيقول لي بيعرفني على الأعضاء هنا المسؤولة عن كل حاسة. الأنف، طبعا هنا هوصل الأنف هنا أهي، العين أهي، اللسان، الأذن، اليد. تمام. برضو هنا الآيس كريم أقدر أتذوقها. تكييف أقدر أشوفه. الكتاب أقدر ألمسه. صوت الجرس أقدر أسمعه. الوردة أقدر أشمها. تمام. أقدر أشم هنا الوردة، وطالما الشم يبقى عن طريق الأنف. أقدر أسمع صوت التليفون وأسمعه بالأذن. أقدر أشوف القطة، أو خلينا إن احنا نشوف التكييف. طالما بشوفه يبقى بالعين.
ثانية واحدة. أشوفه بالعين، أتذوق الحاجة دي، الجبنة اللي قدامي دي، وطالما أقدر أتذوقها يبقى باللسان. ألمس القطة بإيدي، باليد. هنا بيقول لي أكمل الجدول بوضع علامة خطأ في الخانة المناسبة. هنا الجرس ده المنبه أقدر ألمسه، أيوة، وأقدر أشوفه، وأقدر أتذوقه لأ، أشمه لأ. وعايز خطأ أمام الخانة المناسبة. عامة هنحط صح أمام الخانة ليه؟ اللي هي الصح، وخطأ أمام الخانة الخطأ. تمام. الصورة هنا مش واضحة أوي، هنكمل. نفس الكلام بيقول لي وصل الأعضاء بما يناسبها. الإيد، أنا هلمس بإيدي. خلينا في الأول في الأنف. بشم الوردة، وأقدر أعمل تريكو بإيدي. أقدر أشوف ده، وأسمع صوت ده، تسجيل ده والراديو، وأتذوق الدونات. نفس النشاط. أتذوق الآيس كريم، ألمس الأرنب، أسمع صوت الطبلة، أشم الوردة، أشوف الشمس. تمام. طبعا الاحتفالات العائلية اللي أنا بشوفها أو بنشترك فيها، زي احتفال بشهر رمضان المبارك، احتفال بعيد الفطر. طبعا في رمضان هنا بنعلق زينة وفوانيس، بيبقى ليه طقوس كده عندنا بنعملها. وطبعا صلاة التراويح. احتفال بعيد الفطر بنعمل الكعك والبسكوت، بنعمل حلويات. احتفال بعيد الأضحى بيتم الأضحية. عندنا في ناس بتذبح. تمام. شم النسيم، الاحتفال بشم النسيم ده اللي هو بيبقى المشترك ما بيننا، البيض الملون والفسيخ. بنخرج بنتجمع في الحدائق، كده يعني. مولد النبوي بيبقى فيها حلويات معينة بتكون موجودة في المولد النبوي. تمام. احتفال بأعياد الميلاد بيبقى فيه تورتة وشمع وزينة برضو. نشوف بعد كده مراحل نمو الإنسان. بيبدأ بجنين، بعد كده رضيع، طفل، شاب، رجل كبير، يكون بالغ. طبعا الشاب هنا مراهق، عجوز. المراحل العمرية اللي بيمر بيها الإنسان: الطفولة، حد الطفل ده، شباب من أول المراهقة، ومرحلة الراجل، ومرحلة الشيخوخة. بيعرفني هنا بيقولي إن الطفولة من الصفر، من صفر ما فيش أيام خالص للسنتين. هنا مرحلة الطفولة دي المبكرة، مرحلة الطفولة العادية من سنتين ل 12 سنة. من 12 ل 20 دي مرحلة مراهقة. من 20 ل 60 دي مرحلة شباب. بعد ال60 دي مرحلة شيخوخة. هنا بيطلب مني ترتيب المراحل العمرية. طبعا من جنين، بعدين بيبقى رضيع، طفل، شاب، رجل، رجل مسن. بيطلب مني برضو أرقم المرحلة. الطفولة المبكرة دي رقم 1. رقم 2 الطفولة. رقم 3، لا، أول حاجة هنا سوري، هنبدأ بجنين. 2 الطفولة المبكرة. 3 الطفولة. 4 مراهقة. 5 الشباب. 6 الشيخوخة. طبعا ده طفل. بعد كده
ده حديث ولادة، بعد كده بيبقى طفل. هو بيطلب مني ان انا اختار من دول: حديث ولادة، بعد كده طفل، بعد كده مراهق، بعد كده بالغ. طبعا هنا مرحلة الطفولة. تمام، الطفولة المبكرة. بعد كده دي طفولة رقم 2، طفولة 3، مرحلة المراهقة 4، مرحلة الرشد 5، مرحلة الشيخوخة. بنشوف دورة حياة النبات. بتبتدي ببذرة. أنا أصلا باخد البذرة دي من الثمرة. بذرة، بعد كده بيحصل للبذرة إنبات، بتسمى المرحلة دي مرحلة البرعم أو البرعمة، اللي بينزل فيها الجذر الأسفل ويطلع بعد كده ساق صغير وأوراق صغيرة، يكون النبات كله صغير. فبتسمى المرحلة دي شتلة. يكبر النبات ويبقى ذو أزهار وثمار. بناخد من الثمرة البذرة ونعيد دورة حياة النبات تاني. زي كده أخد من الفلفل ده البذور بتاعته وزرعها، تتكون البرعم، ينزل الجذر الأسفل، بعد كده يطلع الساق لأعلى والأوراق الصغيرة، يكبر النبات ويستمر في النضج إلى أن تتكون الأزهار والثمار، وياخد من الثمرة تاني البذرة وأعيد دورة الحياة. هنا طبعا رقم 1 البذرة، 2 البرعم، 3 المرحلة دي بالشتلة، بيبتدي يظهر النبات أعلى التربة يعني. وبعد كده 4 المرحلة دي النبات الصغير. تمام. بيطلب مني تاني هنا نشاط إن أنا أوصل. طبعا ده الشم، التذوق عن طريق اللسان اللي موجود في داخل الأنف، البصر عن طريق العين، لمسة عن طريق اليد، السمع عن طريق الأذن. هنا بيقول لي صل العين بما يمكن أن تراه. طبعا أنا أقدر أشوف بعيني كل ده، أقدر أشوف. تمام، أقدر أشوف المأوى والمسكن، البنت، نفرتيري. أقدر أشوف الملكة نفرتيتي. أقدر أشوف هنا الأكل. بيقول لي ده علامة صح أو خطأ. الصوت اللي بتحب سماعه علامة صح، وعلامة خطأ عن الصوت اللي ما بتحبش سماعه. طبعا صوت الجيتار صح، صوت البيبي خطأ، الكراينج اللي هو البكاء، صوت العصفور صح. اللي ملمسها بارد واضحة جدا طبعا دي صح. واللي ملمسها سخن زي اللي طالع منها بخار دي ساخن. دي العصير بارد، طبعا ده سخن. قابل هوت شوكليت ده. الايس كريم بارد. تمام. عشان اتعرف على اصدقاء جداد ببتدي ارحب بيهم وببتدي اقدم نفسي. فهنا اوجه الاختلاف بين دول بيطلب مني اوجه الشبه واوجه الاختلاف. هنا طبعا في اختلاف وفي تشابه. تمام. ما بين انا وزمايلي في اوجه تشابه. ايه التشابه؟ ان احنا كلنا عندنا 2 عين، 2 اذن، عندنا 2 ايد، 2 قدم، عندنا شعر، عندنا رأس، اللي هي مكونات الجسم العادية. كمان بنتشابه ان احنا بنحتاج للطعام، بنحتاج للشراب، المية يعني، بنحتاج للهواء عشان نتنفس. اوجه الاختلاف في ما بيننا اوجه اختلاف كتيرة. اختلاف في العمر زي ما احنا شايفين، ده 8 سنوات دي 7 سنوات. في اختلاف في العمر، اختلاف في الطول، اختلاف في شكل الجسم. في ناس تخينة وفي ناس اللي هو السمين والنحيف. في الطويل والقصير، في الطول والوزن. يبقى كده الاختلاف في الطول والوزن والعمر.
اختلاف في لون العين، اختلاف في لون الشعر، نوع الشعر. في ناس لون عينيها أزرق، أخضر، بني، أسود، ألوان مختلفة. في لون الشعر، في الشعر الأشقر، الأصفر، شعر أحمر، شعر بني، شعر أسود. نوع الشعر، في ناس شعرها كثيف، في ناس شعرها آم، اللي هو قليل، يعني مش كتير، مش كثيف، يعني اللي هو كميته قليلة. تمام. اختلاف في شكل الأنف. اختلاف كمان في لون البشرة. في ناس بشرتها لونها أبيض، ناس بشرتها لونها أسود، ناس بشرتها خمرية شوية أو قمحية. تمام. في ناس شعرها طويل، في ناس شعرها قصير. في ناس بتحب مثلا زي ده كده بيحب القميص المفضل بتاعه لونه أخضر. في ناس مثلا تحب اللون الأحمر. اختلاف في حبنا للأشياء. ده بيرتدي نظارة، دي لا، مثلا مش بيرتدي نظارة. بيبقى في اختلاف كتير ما بيننا. تمام. طبعا دي الجدة، ده الجد، ده الأب، الابن، أو الأخ، الأخت، الأم. هنرقم الصور من الأصغر للأكبر. طبعا المرحلة دي رقم 1، 2، 3، 4. على حسب هنا عدد الشمع اللي قدامي بوصل المرحلة العمرية. دي 4 شمعات، دي 7 شمعات أو 8، 8 شمعات. دي شمعة واحدة، شمعة واحدة هنوصلها بالبيبي ده. 4 شمعات هنوصله بده الطفل ده. 8 شمعات هنوصله بالطفل ده. النظام اليومي أو الروتين اليومي بتاعك طبعا بيبتدي إن أنت تصحى بدري، رقم 1. 2، بتغسل أسنانك، رقم 2. 3، إن أنت بتتناول وجبة الفطار. 4، بتروح المدرسة، بتلبس وتروح المدرسة. 5، بتاخد حصص في الفصل بتاعك. 6، بتلعب مع زمايلك في المدرسة في حصة الألعاب بتاعتك. آخر حاجة اللي هو بيجي يروح البيت ويكتب الواجب بتاعه. طبعا دي سهل، النشاط ده سهل. بنوصل كل حيوان كبير بالحيوان الصغير بتاعه. زي مثلا الأسد الكبير ده بالقطة بتاعته الصغيرة دي. تمام. الأسد الصغير ده. الخروف الكبير بالخروف الصغير ده. البقرة الكبيرة دي بالعجل الصغير ده. آه، طبعا عندي القرد الكبير ده بالشمبانزي الصغير ده. الراجل الكبير ده والولد الكبير ده بالبيبي الصغير. تمام. هنا الكائنات اللي قدامي دي الحصان الكبير ده الصغير ده بنوصله بالحصان الكبير. العكس بقى، هنا بنوصل الحيوان الصغير بالكبير. البوبي الصغير ده بنوصله بالكلب الكبير. العجل الصغير بنوصله بالبقرة الكبيرة. الكتكوت اللي فوق ده هنوصله بالدجاجة الكبيرة. البطة الصغيرة هنوصلها بالبطة الكبيرة. رقم المرحلة العمرية لحياة الإنسان، طبعا أول حاجة دي الطفلة الصغيرة. 2، رايحة على المدرسة الصغيرة، برضو دي الطفلة. 3، كبرت شوية. 4، بقت مراهقة. 3، مراهقة. 4، بقت أدلت كبيرة بالغة راشدة. 5، آخر حاجة اللي هي الكبيرة في السن. سلبين كل مرحلة عمرية بما يناسبها من احتياج. طبعا اللعبة دي بيحتاجها الطفل ده. ال- العجلة دي بيحتاجها الولد ده. الشنطة دي بيحتاجها الراجل الكبير شوية ده. اتفقنا دورة حياة النبات بتبتدي ببذرة، بعد كده بيتكون البرعم، بعد كده الشتلة الصغيرة، بعد كده يكبر النبات، يكون ذو أزهار وثمار. هنرتب. نبتدي بالكتكوت اللي الكتكوت اللي خارج من البيضة رقم 2. 3، الكتكوت يكبر شوية.
4 بقى دجاجة. هنرتب الصور بالترتيب على حسب مراحل الحياة. طبعا هنا البذرة رقم 1. 2، النبات الصغير ده تكون البرعم من الجذور وطالع لفوق لأعلى. 3، النبات الصغير الشتلة دي. 4، النبات الكبير ده. هنرتب الصورة على حسب المراحل الحياة. نبتدي بدي البيض بتاع البيض ده اللي موجود على الورقة دي. رقم 2 اللي هي الدودة دي. رقم 3. 4، تخرج الفراشة. مزج الألوان أو خلطها. أحمر زائد أصفر يدينا برتقالي. أزرق مع أصفر يدينا أخضر. أزرق مع أحمر يدينا بنفسجي. هنا بيقول لي أزرق وأحمر هيدينا بنفسجي، أزرق وأصفر هيدينا أخضر، أحمر وأصفر هيدينا برتقالي. شجرة العيلة بتاعتي الجد والجدة، بابا وماما وخالي وخالتي وعمي وعمتي، ومعايا جدي وجدي التانيين، جدتي التانيين، أخويا وأختي وأنا وابنة خالي وابنة عمي. يقول لك هنا اكتب العدد. عدد السمك كان 3. عدد الكلاب كان 5، هعدهم موجود عندي في الجدول ده. عدد العصافير 6. تمام. بيقول لي عدد العصافير بالنسبة لعدد الكلاب. هرجع للعدد اللي أنا مفروض كنت كاتباه. العصافير عندي كانت 6 والكلاب كانت عندي 5، يبقى العصافير أكبر من عدد الكلاب. بيقول لي عد الأشكال الهندسية الآتية ثم لون الأشكال المتماثلة. طبعا المتماثلة عندي ده شكل مثلث. المثلثات ده متماثلة. تمام. هلونها بلون معين، مثلا أصفر. تمام زي كده مثلا. هنلون بقى كل المثلثات أصفر. دي الأشكال المتشابهة. نشوف مثلا المستطيلات هنلونها بأحمر. طبعا أنا عندي هنا مثلث هنا أهو كمان. وادي المستطيل. عندي المربع. ألونه بالبينك. اللي شبه بعض ألونهم بنفس اللون. كمل بقى تلوين. تمام. نغير اللون لأزرق ونلون الدايرة. ونبتدي نعد ونكتب في الجدول. تمام. بيطلب مني ان انا اعد واحط في الجدول هنا كام مثلث، كام مربع، كام دايرة، كام مستطيل. هنا استخدم التمثيل البياني بالأعمدة للإجابة على السؤال. طبعا أنا أول لما أشوف حاجة زي كده هعمل كده. هكتب الأرقام اللي واقف عندها اللون. تمام. كم عدد الأحمر هنا؟ كان 7. الأزرق كان 5. الأصفر كان 3. الأحمر كان 7. اللونين المتساويين في العدد عندي هنا ألوان متساوية في العدد؟ لا، مفيش، لا يوجد. تمام.
بيقول لي هنا مثل بياني بالأعمدة للحاجات الحية، الأشياء الحية والأشياء الغير حية. الأشياء الحية قدامي اللي بتتحرك، طبعا هنقول العجلة بتتحرك. هنقول الأشياء الحية أو الكائنات الحية بتكون بتتحرك وبتتنفس وبتنمو بتكبر، تمام، وبتاكل وبتشرب. طيب عندي الكلب متوفر فيه ده، هنحط عليه دايرة، ده كائنات حية. الب... دي غير حية، تمام، دي برضو غير حية، مش بتاكل ولا بتشرب ولا بتتنفس، دي كائن حي. طبعا هو هنا ده ورد بلاستيك، فهو أشياء غير حية. اللي عندي ده إن الشجرة كائن حي، هعمل عليها دايرة، إن هي بتاكل وبتشرب وبتتنفس. ده بتاكل وبتشرب من التربة، بتتنفس من الجو. العصفور كائن حي. المسكن أو المدرسة أشياء غير حية. الطفل كائن حي. العربية أشياء غير حية. ارسم دايرة حول الصورة التي لا تنتمي لكل مجموعة. عندي كل دول كائنات حية ما عدا دي، برضو نفس الكلام ما عدا دي. دي كلها أشياء ما عدا دي كائن حي، تمام كده. نكمل. طبعا ده كائن حي وده كائن حي وده كائن حي، لكن ده شيء غير حي، تمام. دي كلها أشياء ما عدا النملة كائن حي. هنا بيقول لي هنمثل الحلويات اللي قدامي دي تمثيل بياني. تمثيل البياني يعني هعد كل الحاجات اللي موجودة قدامي دي. هبتدي أعد الدونت، تمام، 1 2 3 4، وهكتب 4. التورتة 1 2 3 4، هكتب 4. الكب كيك ادي 1 2 3 4 5 6 7. 8. هنا 8. هنغير بس الدونت، في واحدة ما عدناهاش، طبعا احنا اللي بنعده بنعمل عليه كنسل. في واحدة هنا ما عملناش عليها كنسل، فكده هيبقوا 5، تمام كده. وبرضو التورتة 1 2 3 4 5، التورتة برضو هنعدلها. نعمل مساحة الأول وبعد كده نكتبها تاني. تورتة 5. والدونات 1 2 3 4 5، تمام. اكتب الرمز الصحيح. أنا عندي هنا التورتة كان عددها 5، والكب كيك كان عدده 8، فعندي دي هتبقى أصغر. يزيد عدد الكب كيك عن عدد الدونات، كان عدد الكب كيك 8 والدونات كان 5. كلمة يزيد هيبقى فيه ناقص. 8 ناقص 5 بتساوي 3.
تمام كده. تمام، هبتدي امثل ده بياني. انا عندي الدونات هنا كان 5، هجي لحد رقم 5 وابتدي الون ده. التورتة 5 برضو لحد 5 وهلون ده اخري هنا. تمام. الكب كيك كان 8 لحد رقم 8 هنا وهلون ده. تمام. نكمل. طبعا قلنا أول لما نشوف الألوان دي هنبتدي نكتب الرقم اللي واقفة عنده. أدي واقفة عند رقم 9. تمام. طيب العربي عند 3. الموسيقى عند 8. الرسم عند 6. دي عند 4. العلوم. وبيبتدي هنا يكلمني بيقول لي اسم التمثيل البياني تمثيل بياني بالأعمدة، عشان دي عبارة عن عمود أصلا اسمها أعمدة. تمثيل بياني بالأعمدة. ولو أنا حابب أسميه اسم عنوان هكتبه المواد المفضلة. المواد المفضلة. تمام. وأكمل. تمام، عندي ده برضو عايز له عنوان هنا عدد الأسماك. تمام، هسمي برضو التمثيل البياني آه، بعدد الأسماك. هنا بيقول لي كل سمكة هنا. المفتاح اللي بيديهوني بيقول لي كل سمكة، كل صورة هنا بواحد. تمام، فهنا 1 2 3 4 5 6. دي 1 2. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد. اسم التمثيل البياني عندي عدد الأسماك اللي تم صيدها. تمام. هنقف لحد هنا. نكمل إن شاء الله بعد. شكرا. وإن شاء الله مكملين. انتظروني بإذن الله يعني فيديو قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.